دكتور، هل بنتي تقدر تتجوز وتخلف بعد عملية التكميم؟ ده سؤال مشهور. ايه علاقة عمليات السمنة بالحمل والولادة؟ طبعا بنتك هتقدر تتجوز وتخلف وهتبقى احسن من وهي وزنها كبير، لان الوزن الزيادة بيأثر على احتمالات حدوث الحمل اصلا. يعني الوزن الزيادة بيأخر نسبة الحمل. طيب انا حملت خلاص، عارفين كلنا ان بعد الحمل بيحصل زيادة في الوزن. مع عمليات السمنة الزيادة اللي بتحصل في الحمل تبقى زيادة طفيفة جدا، غير ملحوظة، غير الطبيعي خالص. لكن لو أنا وزني زيادة وحملت ممكن أزيد لحد 30-40 كيلو. لكن ما بعد عمليات السمنة ما بيحصلش زيادة في الوزن خالص، ولو حصلت بتبقى في حدود من 4-6 كيلو، مش أكتر من كده. طيب حملت وهبتدي أولد، الولادة في الوزن الكبير في منتهى الخطورة. لكن الولادة في الوزن الطبيعي ولادة سهلة جدا وما بتعملش أي مشاكل. يبقى السمنة بتأثر عليا في إن أنا أصلا أقدر أحمل ولا لأ، وبعد ما حملت هزيد في الوزن ولا لأ، ولما أجي أولد هولد بسهولة ولا هولد بخطورة. فعمليات السمنة بتأثر في الثلاث حاجات. فطبعا بالعكس، اللي فاكر إن ده هيأخرني عن الحمل والولادة، بالعكس ده في مصلحة الحمل والولادة.